هو في ايه؟ كل شوية منهج الساينس يتغير، والمرة دي هيبقى ياباني كمان. ولادنا هيذاكروا منهج جديد خالص. في الفترة الأخيرة ناس كتير قوي اتكلمت عن التصريحات بتاعة وزير التربية والتعليم الأخيرة، وإن مناهج الساينس للمرحلة الابتدائية كلها هتتغير علشان تبقى متوافقة مع مخرجات التعلم اليابانية، وده خلى أولياء أمور كتير قوي تقلق. لكن الحقيقة الموضوع مطمئن جدا. خليني بقى أشرحه لكم وأبسطه لكم. مش المقصود إن الكتاب الياباني هينزل مكان الكتاب المصري، المقصود هنا إن الطالب مش هيبقى مطلوب منه إنه يفضل يحفظ ويصم المعلومات وخلاص، لأنه هيتعلم يفكر ويلاحظ ويستنتج ويحل المشكلات، ويطبق كمان اللي اتعلمه في مواقف من الحياة. يعني بدل ما الطفل هيبقى بيحفظ تعريفات علمية وخلاص، هيبدأ يفهم هي ليه الظاهرة دي بتحصل، ويفكر ويجرب ويناقش لحد ما يوصل للإجابة بنفسه. نصيحتي بقى دلوقتي لكل ولي أمر، ما تقلقوش من كلمة المنهج الياباني، لأن اللي اتغير هو طريقة التعلم، والهدف إن أولادنا أصلا يكتسبوا مهارات في حياتهم، مش إنهم يحفظوا عشان الامتحانات. وأنا مع طلابي في الساينس الحمد لله ماشيين بالطريقة دي من زمان. لو عندكم أي استفسارات أو أسئلة عن مذاكرة الساينس تقدروا تكتبوا لي في التعليقات أو تتواصلوا معايا على الخاص.